السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. حقيقة أنا يمكن مش شايفكم بعناية دلوقتي، لكن شايفكم بقلبي. حاسس فعلا النهاردة الوشوش منورة ما شاء الله، وإزاي ما تنورش وهي داخلة بيت النبي النهاردة، وهي هتعيش مع النبي الليلة دي وتقضي أجمل ساعة ببيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإزاي ما تنورش وهي طول الأسبوع ما شاء الله عمالة بتصلي على النبي وبتستغفر وبتذكر ربنا وبتصوم وبتصلي وبتقرأ القرآن وبتذكر الله. أكيد الوشوش هتنور، وقبل ما الوشوش تنور أكيد القلوب منورة. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الحقيقة أنا مش عارف أبدأ أكلم النهاردة إزاي، لكن الليلة دي إن شاء الله ليلة أظن إن شاء الله هتكون من أجمل الليالي اللي هنقضيها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عايز قبل ما نبدأ عايز أقول كلمة صغيرة خالص، بس برضو بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. بالله عليك وبالله عليكي، أنا عايز وإحنا داخلين على النبي عايزين النبي يفرح برؤيتنا. فاكرين سيدنا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان ليه تلميذ من أنجب تلاميذ ابن مسعود اسمه الربيع ابن خثيم. كان ابن مسعود لما يقابل الربيع بن خثيم يقول له: والله يا ربيع لو رآك رسول الله لسر لرؤيتك، ووالله ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. الربيع بن خثيم يعني سبحان الله كان إذا دخل السوق يشتري أو يعني يبيع أو يشتري حاجة زي كده، فإذا رآه التجار ونظروا إلى وجهه هللوا وكبروا وتذكروا المولى عز وجل. وإذا رآه أحد أصدقائه كان يقول: والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك لحظة واحدة فأستعين بتلك النظرة على عبادة الله، أو فأجتهد في عبادة الله شهرا كاملا. يا ترى السؤال اللي عايز أسأله لحضرتك ولحضرتك، يا ترى النبي هيفرح لما يشوفنا؟ يا ترى لما النبي يشوفنا واحنا على الحوض، على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هيصر فعلا لرؤيتنا؟ ده اللي احنا بنتمناه ان شاء الله. الليله دي نقضي اجمل ليله في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مش عايزين ننسى كل حلقه سؤالنا المعتاد اللي مش هننساه ابدا، وهنفضل نقوله لحد اخر لحظه في حياتنا: هتقدم ايه هديه للنبي؟ وهتسمعوا النهارده ان شاء الله هدايا جميله جدا جت من يعني ما شاء الله. زي ما قلت لكم ما فيش مسلم في الدنيا ما فيهوش خير، كل المسلمين مليانين خير، لكن الخير يتفاوت. احنا عايزين المسلمين كلهم على اعلى مستوى من الخير. ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى، اللهم امين. هتسمعوا النهارده رسائل جميله جدا جات لي وهدايا جميله جدا جات للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول سؤال ومش هننساه، وسؤالنا المكرر كل حلقه: يا ترى هتقدم ايه هديه لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الحاجه الثانيه عايز اقول يا ريت نتواصل طول الاسبوع من خلال الهدايا ومن خلال حاجه تانية. عايز اقتراحاتكم ورسائلكم من خلال SMS طول الاسبوع مش طول الحلقه بس. عايزين نعرف تتمنوا تسمعوا ايه في الحلقة اللي جاية، يعني عايز تقضي الليلة اللي جاية مع النبي هيكون ايه في الموضوع، او عايزنا نتكلم عن اي موضوع وقول. وزي ما قلت لكم الموضوع مش بيتناول فقط الحياة الأسرية، لا ده بيتناول كل حياتنا كلها من الألف للياء، لأن منهج النبي هو منهج حياة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نبدأ البرنامج النهاردة، تعالوا نبدأ لقاء الليلة دي. احنا دلوقتي داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم. داخلين على النبي، داخلين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عايزين هدوء وسكون، أصوات بتهمس همس وانت ماشي على طراطيف صوابعك. اوعى تكون دلوقتي داخل بيت النبي وفي ايدك سيجاره وانت قاعد بتسمعنا دلوقتي. اوعى تكون داخل بيت النبي دلوقتي وفي معصيه بترتكبها دلوقتي. اوعى. انا بقول لك عايز النبي يشوفك ينبسط، يسعد، يفرح، يقول هم دول امتي. فاكر اخر لحظه في حياه النبي لما النبي كان في سكرات الموت، في بدايه السكرات، وفتح الستاره، فكان آخر مشهد شافه وكانت آخر ابتسامة ابتسمها النبي لما فتح الستارة فبص لقى أبو بكر بيصلي والصحابة خلف أبو بكر بيصلوا ويبكوا من خشية الله، فابتسم النبي آخر ابتسامة وقفل الستارة. يا ترى لو فتح الستارة دلوقتي هيشوف إيه؟ لو فتح الستارة هيشوف أمته ويفرح بيهم، ولا هيلاقي شباب كتير قوي قوي بكل أسف قاعدين على المقاهي وفي الخمارات والسينمات ومع البوي فريند والجيرل فريند في الجامعات والثنائيات، ربنا يعافينا ويعافيكم،
وفي أماكن اللهو والفجور، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. يا ترى النبي هيفرح بينا؟ ما تيجي نفرح النبي، ما تيجي ندخل السعادة على قلب النبي، ما تيجي نقول للنبي احنا أمتك يا رسول الله، احنا تبعك يا رسول الله، نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا أو ما حيينا أبدا، احنا أتباعك يا رسول الله، احنا أولادك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صلى الله عليه وآله وسلم. احنا داخلين دلوقتي بيت النبي، تعالوا نقضي الليلة التانية الجميلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى ايه اللي هيحصل في الليلة التانية؟ تعالوا نعرف، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين ان سيدنا علي بن أبي طالب اتربى في حجر النبي، النبي هو اللي ربى علي بن أبي طالب. وفي يوم من الأيام كان طبعا علي بن أبي طالب كل يوم بيخش بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا بخته يا بخته، يا رب اجمعنا بالنبي على الحوض يا رب، اللهم آمين. شوف، فكان كل يوم بيخش على النبي، لكن الليلة دي بالذات علي بن أبي طالب كان عنده حاجة معينة عايز ينفذها الليلة دي، وكان عازم عليها جدا، وقال إن شاء الله الليلة دي لازم أعمل الموضوع دوت. إيه هو يا جماعة الخير؟ كان عايز يجوز فاطمة بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي الذي لازم أجوز بنت النبي فاطمة. فلما دخل على النبي وقبل ما يتكلم أي كلمة، النبي بص لقى علي بن أبي طالب، لقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ بيقول له يا علي، وراح مبتسم في وشه. قال أتريد فاطمة؟ فطبعا علي بن أبي طالب مش متوقع الكلمة دي، لكن الوحي جاء إلى النبي وأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إن علي داخل دلوقتي هيطلب فاطمة. فقال النبي يا علي أتريد فاطمة؟ قال أجل يا رسول الله. قال أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال ليس معي يا رسول الله شيء، يعني ما تعرف ما عنديش حاجة، والحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. فقال له أين درعك الحطمية؟ فين الدرع بتاعتك اللي انت كنت بتقاتل بيها اللي هي مكسرة ديت؟ قال إنها مكسورة يا رسول الله، والرواية هنا خارج أبي داود والنسائي. فقال إنها مكسورة يا رسول، قال ائتني بها. فجاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جاء إليه بتلك الدرع وقدمها للنبي، فأخذها النبي، درع مكسورة، درع خشب يا جماعة الخير ومكسورة كمان، فرفعها النبي وقال هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال اللي نفسي أسأله لك وأسأله لك وأسأله لنفسي، هو حد فينا أحسن من النبي؟ حاشا لله. طب حد فينا بنته أحسن من بنت النبي؟ طبعا ده لا يمكن. ده فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كانت سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين، هي وأمها خديجة رضي الله عنهن وأرضاهن. فيقدر المولى عز وجل إن مهر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم درع مكسورة. حد فينا بنته أحسن من بنت النبي؟ طبعا مش ممكن. ورغم ذلك درع مكسورة كانت مهرا لفاطمة بنت سيد ولد آدم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ليه كتير مننا فاهمين الجواز فهم خاطئ؟ ليه كتير من الآباء والأمهات فاهمين ان هم لما ييسروا للشاب المسكين اللي جاي يتجوز بنتنا، لما نيسر له الامر يبقى احنا كده بنبيع بنتنا رخيص، يبقى احنا كده بنتنا ديت ما بقتش تساوي اي حاجه. بالعكس، بنتك ما تتقلش بالملايين، بنتك ولا كنوز الدنيا تكفيك في بنتك، دي بنتك ضناك ثمرة قلبك وروحك وحياتك ونبض حياتك كلها، بنتك فلذة الكبد. ورغم ذلك بتقدمها لهذا الشاب. لو جاب لك كنوز الدنيا كلها وحطها تحت رجليها والله ما تساوي ضفر بنتك، لكن انت بتيسر لان النبي يسر، ولان ربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا جماعة الخير، أنا عايز أقول لكل أب حط نفسك مكان الشاب ده. هو جاي يتجوز ليه؟ جاي يتجوز عشان يعف نفسه ويعف أخت مسلمة ويبني أسرة مسلمة وينشئ بيت ويطيع ربنا ويتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. ليه ما بتساعدوش؟ طب لو انت كنت مكانه وقفلوا في وشك كل أبواب الحلال، مش ممكن تنحرف؟ مش ممكن تلجأ إلى الحرام؟ ممكن. وده حاصل بكتير من الشباب لما لقوا الحلال اتقفلت أبوابه لجأوا إلى الحرام. وربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. هو الزواج العرفي المنتشر الآن بين الشباب في الجامعات كان سببه إيه؟ إن الحلال بقى مقفول، بقى يعني بقى صعب جدا، فأصبح الحرام متيسر.
وشبابنا مسكين. والله يا جماعة شبابنا مسكين، الله يكون في عون شبابنا. شبابنا بيواجه فتن عجيبة. احنا على ايامنا ايام ما كنا في الجامعة سبحان الله يعني كانت الفتن كانت حاجات يعني بسيطة جدا جدا. الآن الفتن مفتوحة على الشباب من كل حدب وصوب، من الشات، من الانترنت، من التلفاز، من الفضائيات، من الشارع، من الجامعة، من كل أنواع الفتن. كل الفتن دي على الشباب. الشباب ده لازم نعصمه من الفتن، لازم نوجهه للحلال. أنا أحكي لكم قصة صغيرة خالص، عاقبة البعد عن الحلال والبعد عن منهج الله واللجوء عياذا بالله إلى الحرام وإلى الطرق الملتوية. رجل كان متجوز واحدة، خلف منها بنت، وبعدين هذه الزوجة تعبته في حياته فحب يتجوز واحدة تانية. خاف ان المجتمع يقوم عليه كله ازاي تتجوز التانية وازاي وممكن زوجته تتضرر وتاخد بنتها وتغيب عنه وتسيب له البيت فخاف من المواضيع دي كلها وراح متجوز من وراها. اتجوز من وراها وخلف من التانية ديت شاب ولد يعني. فالمهم البنت كبرت والولد كبر، لا دي تعرف انه متجوز ولا دي تعرف انه متجوز، ولا الاخ يعرف اخته ولا الاخت تعرف اخوها. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الاثنين يكبروا ويخشوا جامعه واحده ويتعرفوا على بعض ويحبوا بعض. شوف المأساة عملت ايه يا اخويا، ربنا يبارك فيك. والاثنين يحبوا بعض، وبعدين لما ارادوا ان هم يتجوزوا لقوا المساله صعبه فراحوا متجوزين عرفي. طبعا ده زواج يعني ده عياذا بالله ده يعني ده سفاح وليس نكاح. المهم ضربوا ورقه عرفي واتجوزوا. طبعا ما هوش جواز. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى وهم بيكتبوا الورق العرفي فوجئ ان اسم ابوها وجدها نفس اسم ابوه وجده. فلا سبحان الله، شوف قد ايه الذوبان والتطابق بين الاسمين. اكيد قلوبنا فعلا احنا ما اتخلقناش غير لبعض، لدرجه ان اسم ابوك زي اسم ابويا واسم جدك زي اسم جدي وهو ما يعرفش انها اخته. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى تمر الايام ويعاشرها في الحرام فتحمل هذه الفتاه. فلما حملت قالت لا بالله عليك تيجي بيتي وتطلبني رسميا من ابويا. قال لها حاضر، واداها ميعاد وصدق في الميعاد وراح في الميعاد، والبنت مستنيه معاه ورايحه معاه عشان تقدمه لابوها وتقول له الشاب ده اللي انا اخترته واللي انا عايز اتجوزه. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الشاب طالع لابوه. هو ما عرفش لابوه ساكن في البيت ده لان البيت ده هو ما عرفش ان ليه اخت اصلا. فيقدر ربنا الراجل كان ساكن في الدور السادس، طلع الشاب مع الفتاه فلما خبطوا مين اللي فتح الباب؟ ابوه. فاستغرب فسأل البنت قال لها الله هو انت عزمتي ابويا منين؟ هو انت تعرفي ابويا؟ قالت له ابوك ده ابويا انا. فالشاب عرف ان اللي حبها دي اخته واللي زنى فيها اخته واللي حملت منه دي اخته. ما كان من هذا الشاب الا انه دخل الشقه وفتح البلكونه ورمى نفسه من الدور السادس فمات منتحرا. والاب مات بالسكته القلبيه والبنت جالها صدمه عصبيه ونقلت الى مستشفى الامراض النفسيه. كل ده بسبب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا الله يا جماعة الخير، شرع ربنا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو ده طوق النجاة، هو ده النور اللي احنا هنمشي وراه عشان نوصل إلى باب الجنة إن شاء الله. ولن ندخل الجنة إلا خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكمل الموضوع ولكن بعد الفاصل. اوعى تروح يمين ولا شمال، خليك معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بعيلتي وأسرتي وأهلي وناسي. ربنا يجمعنا وإياكم على خير، والله بحبكم في الله. ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين، ويجمعنا في الآخرة على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة عايز أحكي لكم لله دي قصة شاب كان نفسه يتجوز، فلما راح يتجوز فراح يتقدم لأسرة كريمة ناس أفاضل يعني. فالمهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى لما قعد مع حماه وحماته يعني فبيتكلم معاهم فقالوا له يا ابني شوف يا حبيبي احنا لا يهمنا لا فلوس ولا دنيا ولا مناصب ولا جاه ولا اي حاجه، احنا اهم حاجه عندنا يا حبيبي احنا بنشتري راجل، عايزين بس نشوف اخلاقك معاملاتك سلوكياتك صلاتك ذكرك لله قراءه القران ما شاء الله، مش عايزين منك اي حاجه. ايه رايكم اكمل الحكايه ولا اصحى من الحلم؟ يعني بتهيألي اصحى من النوم احسن. نفسنا نشوف أسر بالنماذج الجميلة ديت. أنا عايز أقول حاجة صغيرة خالص. كتير جدا من الشباب بيقول لما رحت عشان أتقدم وأتجوز فوجئت إن كل الأسئلة بتنصب حوالين شهادتك إيه؟ معاك كام؟ الشقة أخبارها إيه؟ العفش أخباره إيه؟ معاك إيه فلوس في البنك؟ عندك أملاك ولا ما عندكش؟ نفسي أشوف أسرة، وأكيد موجود بفضل الله، المسلمين كلهم خير والله، محتاجين بس توجيه بسيط. نفسي أشوف واحد يكون رايح يتقدم فقالوا بتصلي الصلاة الخمسة في المسجد ولا لأ؟
اخبارك ايه مع القرآن؟ بتذكر ربنا ولا لا؟ بتستغفر، بتصلي على النبي ولا ما بتصليش على، زي ما انتم بتصلوا على النبي دلوقتي صلى الله عليه واله وسلم؟ يا ترى اخبارك ايه يا ابني مع طلب العلم، مع الدعوه الى الله؟ نفسنا في الاسئله دي، نفسنا نسمع عن واحده مهرها القرآن، وواحده ثانيه مهرها الاسلام، وواحده ثالثه مهرها حفظ البخاري ومسلم، وهكذا. نفسنا نسمع عن النماذج الجميله ديت. اخويا وحبيبي الوالد الكريم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين. عايز اقول لك حاجه، اللي هتعمله في الشاب اللي جاي يتقدم لبنتك لما تيسر له الزواج ان شاء الله هيحصل مع اولادك. ما انت برضه ليك اولاد، زي ما انت ليك بنات، ليك اولاد هيروحوا يتقدموا لبنات ناس تانيين. فلما تيسر هنا الجزاء من جنس العمل. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، والجزاء من جنس العمل، كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. الحاجه الثانيه ان انت لو عملت خير مع زوج بنتك هو عمره ما هينسى الخير ده ابدا، وهيفضل طول عمره شايلها لك بجميله. ده الانسان السوي، انا مش دعوه بانسان بقى مش سوي، دي حاجه ثانيه. هيفضل شايلها لك بجميله، يقول يا سلام الله يبارك في حماية، ربنا يبارك في حماتي، يسهلوا لي الأمر ويسروا لي الأمر، ربنا يجازيهم عني كل خير، والله ما انسى فضلهم أبدا. وهيكرم بنتك إكراما ليك، ولو في يوم من الأيام حب يزعل بنتك هيفتكر ان انت عملت معاه المعروف ده، عمره ما هيسيء لك أبدا ولا هيسيء لبنتك أبدا بفضل الله. والعكس بالعكس، لو انت بقى أجبرته على أنه يدفع مهر كبير جدا وشبكة كبيرة ويكلف تكاليف الدنيا ويروح يستلف ويتدين عشان يتم العرس ده وعشان يعف نفسه ويعف بنتك، عمره ما هينسى القسوة اللي انت قابلته بيها، وعمره ما هينسى ان انت سبب ديونه. ويمكن كل دوت يطلع على بنتك نفسها هيعملها أسوأ معاملة، بل ويمكن يوصل الأمر للفراق بسبب هذا التعسير. والتعسير ليس من سنة الحبيب النذير صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شوف ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى جل جلاله ماذا كان يقول في كتابه حينما يأمر بتزويج الفقراء من المؤمنين. يقول جل في علاه وأنكحوا الأيام منكم. الأيام اللي هم الأيام جمع أيم، والأيم هو الشاب اللي ما جوزش أو الفتاة اللي ما جوزتش، اسمهم أيم، خد بالك. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يأتي الغنى إزاي؟ يوضح النبي عليه السلام في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث حق على الله معونتهم، والحق ده ربنا أخذه على نفسه ولم يأخذه أحد على الله جل وعلا. ثلاث حق على الله معونتهم، المعونة فوق الرزق. مين أول واحد؟ الشاب الذي يريد العفاف. أنا عن نفسي مجرب يعني، لما جيت أتجوز فربنا يسر سبحانه وتعالى، وكان الأمور بسيطة جدا، لكن ربنا يسر الأمور في فترة وجيزة جدا. ليه؟ المعونة. المعونة تأتي من السماء لمن يريد العفاف بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أيوة كده، رتب لسانك بالصلاة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح، وحنا اتفقنا على الأمانة العلمية، بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير النكاح أيسره. الله، أحسن جوازة في الدنيا اللي متيسرة. بل وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد والحاكم بإسناد حسن قال إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. إن من يمن المرأة ومن بركة هذه المرأة إن يكون كل حاجة متيسرة، تيسير زواجها وتيسير خطبتها وتيسير كل حاجة في أمر الزواج ده من يمن المرأة. وإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، كما أخبر الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد طبعا حضراتكم دلوقتي بتقولوا طب عايزين بقى شوية أمثلة كده جميلة ونشوف قد إيه الزواج كان متيسر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تعال نشوف، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف أم سليم. أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك اللي خدم النبي 10 سنين. يا بختك يا سيدنا أنس، يا بختك، 10 سنين بيخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم سليم لما مات زوجها وتأيمت قدر ربنا سبحانه وتعالى إن قالت خلاص أنا بقى أقعد بقى ربي أنس بن مالك ده ومش عايزة بقى جواز. فقدر ربنا سبحانه وتعالى يتقدم لها رجل كانت تطمح كل النساء أو جل النساء إنهم يجوزوا واحد زيه، اللي هو مين؟
أبو طلحة الأنصاري فيما بعد. أبو طلحة كان رجلا غنيا ثريا جميلا طويلا صاحب منظر وأبهة وجمال ومنصب وصيت، ويعني ما شاء الله تتمنى أي واحدة في الدنيا. فتقدم لأم سليم وكان ساعتها كافرا وهي كانت مسلمة. فلما تقدم لها مثلا، نعطي مثال، مثلا أعطاها مثلا، قدم لها مهر 20,000 دينار مثلا، يعني هو لم يأتي في الرواية دي لكنه عرض عليها مهرا كبيرا، فنفترض مثلا 20,000 دينار. فتبسمت أم سليم وقالت والله ما أردت هذا يا أبا طلحة، وإن مثلك لا يرد، اللي زيك أنت ما فيش امرأة عاقلة ترد أبدا، ده أنت عريس لقطة يعني بلغة العصر يعني، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. فظني في بداية الأمر إن هي بتضحك عليه وإن هي عايزة فلوس أكتر، فجالها في اليوم الثاني راح مديها مبلغ ضعف المبلغ 40,000 مثلا. فتبسمت وقالت والله يا أبا طلحة ما أردت هذا، وإنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك والله مهري ولا أريد شيئا سواه. فعلم أنه أمام امرأة لا ينبغي عليه أبدا أن يتركها، مش ممكن اللي زي دي ما تتسبش. قال ومن لي بالإسلام؟ قالت تذهب إلى النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم وتسلم بين يديه. فذهب أبو طلحة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذهب إليه، خد بالك بقى، أول ما رآه النبي على باب المسجد تبسم ونظر إلى أصحابه وقال هذا أبو طلحة أتاكم غرة الإسلام في جبينه. يعني الإسلام إيه باين عليه، فراسة النبي صلى الله عليه وسلم. مش لسه كنا من شوية بنبدأ الدرس وقلنا إن النبي لما دخل علي بن أبي طالب أول ما شاف وشه قال أتريد فاطمة يا علي؟ واخد بالك، فراسة ربنا وضعها في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هذا أبو طلحة أتاكم غرة الإسلام في جبينه. فدخل أبو طلحة وأسلم. قال الراوي فما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. الله، نفسنا بقى في زمن الغربة الثاني ده أن احنا نسمع عن أخت فاضلة تقدم لها شاب فاضل ولكنه كان مشركا كافرا، فقالت لو أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه، ويصبح مهرها الإسلام. حد فيكم ممكن يعمل كده؟ أنا إن شاء الله واثق إن شاء الله الأسبوع دوت إن هيجيني SMS إن شاء الله من أخت فاضلة، وواثق إنها هتيجي من بلد بعيدة جدا إن شاء الله، هتقول لي إن شاء الله قابلت إن الزوج اللي متقدم لي ده هو رجل مش مسلم، قابلت إن هو يسلم ويكون ده مهري إن شاء الله. أنا واثق إن شاء الله المسلمين فيهم خير. تعال نشوف المثال الثاني الجميل جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه البخاري أن الحبيب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة فوهبت نفسها للنبي. خد بالك أخويا وحبيبي، الوهب كان خاصا بالنبي، لأن بعض الشباب كانوا يتصل بي بالتليفون فبيقول لي أنا تزوجت أخت بنت في الجامعة فقالت لي وهبت لك نفسي، قلت لها قابلت فجوزنا وخلاص كده الحمد لله يعني. قلت له ده انت كده يعني اتجوزت على الطريقه يعني البرتغاليه، ده مش جواز يا حبيب قلبي ربنا يبارك فيك يعني. فقال لي ازاي؟ قلت له الوهب ده خاص بالنبي، ويعني وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ده ربنا بيقول للنبي دي خالصة ليك أنت لوحدك مش لأي حد. فوهبت المرأة نفسها للنبي، فاطلع النبي ونظر إليها فما أراد أن يتزوجها فسكت. وكان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فسكت النبي ولم يتكلم. فالمرأة استحيت، فتقدم واحد من الصحابة فقير جدا 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 فقال له يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، مش عايز تتجوزها جوزها لي أنا يا رسول الله. فالنبي قال له أمعك شيء تصدقها إياه؟ معك مهر تقدمه له؟ قال أجل يا رسول الله معي إزاري. قال لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، هتقعد عريان يعني؟ التمس شيئا آخر. فذهب الرجل وبحث ورجع فلم يجد شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. يعني أنا يعني بيسر لك الأمر ده، بقول لك ما بقولكش هات ألماظ ولا ذهب، لا ده أنا بقول لك خاتم من حديد. فذهب الرجل الصحابي الجليل وبحث عن خاتم من حديد فلم يجد، فعاد إلى الحبيب المصطفى الذي قال عنه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما وجدت حتى خاتما من حديد. لو واحد غير النبي يقول له ايه؟ اظن بقى اللي معوش ما يلزموش، يعني اذا كنت بقول لك خاتم من حديد عشان تجوزها بيه امال هتاكلها بعد ايه كده ايه يعني صفيح. فالمهم فايه، فقال له طيب
أمعك شيء من القرآن؟ هو ليه النبي قال له كده يا جماعة؟ لأنه عارف إن الشاب ده محتاج يتجوز ويعيب في نفسه، وهو إيه اللي خلاه قام وطلب الجواز؟ فقال أمعك شيء من القرآن؟ قال أجل يا رسول الله، معي سورة كذا وكذا من سور يسميها. وده الدليل على ان الصحابي ده ما كانش حافظ القرآن، وإلا مش معقولة هيعد على النبي، هيعد للنبي عليه السلام 114 سورة، إنما قال له حافظ سورة كذا وكذا بس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية قد زوجتكها على أن تحفظها ما معك من القرآن. فتزوجها الرجل وكان مهرها القرآن. الله، مش القرآن كله، كمان سورتين من القرآن. لو جه لبنتك واحد وقال لك أنا معيش أي نعم لكن أنا خاتم القرآن، اقبله واكرمه، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه بسرعة بفاء التعقيب فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. تعال نشوف المثال الثالث بس برضه بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الكبير العلم سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة كان ليه بنت ما شاء الله ختم القرآن وحفظ كتب السنن والمسانيد وحفظ ما شاء الله المتون وحفظ ومذكرة الفقه وأصول الفقه ما شاء الله، يعني كانت علامة. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يتقدم لها عبد الملك بن مروان يريد أن يخطبها لابنه الوليد بن عبد الملك. تخيل بقى خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة جاي بيقول لك عايز بنتك لابني، يا له من شرف ده لو جايين حتى محافظ ولا مدير حتى، فاهم ازاي يعني. فالمهم فرفض سعيد بن المسيب، فتقدم مرة أخرى عبد الملك فرفض، فوسط ناس ما بينه وما بينهم برضه رفض. فكان في موضوع حصل من سعيد بن المسيب، وكان يعني إيه يعني عبد الملك بن مروان يعني عمال بيحاول معاه في موضوع الزواج، فلما رفض أخذه بذنب آخر أو بحاجة تانية وراح جلده في القصر عنده 100 جلدة على أن يوافق على هذه الزيجة، فلم يوافق. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى سعيد بن المسيب يجوزها لمين يا جماعة؟ تخيلوا جوزها لمين؟ لشاب فقير كان من أشد وأنجب تلاميذ سعيد بن المسيب اسمه كثير بن أبي وداعة. كثير بن أبي وداعة كان متجوز وبعدين غاب عن حلقة شيخه سعيد بن المسيب 5 أيام. فلما قابله سعيد بن المسيب أين كنت يا كثير؟ قال ماتت زوجتي فكنت أدفنها. قال هل استحدثت زوجا غيرها؟ اتجوزت واحدة تانية؟ قال له ومن يزوجني يا أبا محمد؟ أبو محمد دي كنية سعيد بن المسيب. ومن يزوجني يا أبا محمد وأنا لا أملك من الدنيا سوى درهمين وفي رواية 3 دراهم. فقال سعيد بن المسيب خد بالك هو لسه رافض مين؟ رافض ايه؟ الوليد بن عبد الملك بن مروان. فقال له سعيد بن المسيب لئن فعلت أنا يا كثير توافق؟ قال أو تفعل يا أبا محمد؟ أنت ممكن تجوز لي بنتك بعد ما رفضت الوليد بن عبد الملك؟ قال أفعل. فقام سعيد بن المسيب وقال أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فلقد زوجتكها على درهمين. يا الله، على درهمين، ما شاء الله. كثير بن أبي وداعة راح جاري على البيت بتاعه، طبعا قال من شدة الفرح كانت أقدامي تسابق الريح. فلما وصلت إلى البيت قال سمعت أذان المغرب وكنت صائما فعجلت إفطاري وكان خبزا وزيتا، وبينما أنا أتناول إفطاري وإذا بباب البيت يطرق، فقلت من؟ فقال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. ليه يا جماعة؟ قال لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد. قال فلما فتحت الباب وجدت سعيد بن المسيب أمامي شيخه قدامه مباشرة. فقال يا أبا محمد يرحمك الله هل أخبرتني حتى آتيك؟ فقال سعيد بن المسيب مثلك أحق أن يؤتى. شوف تواضع العلماء، بيقولوا اللي زيك إحنا اللي نجيله لحد عنده يا كثير. ثم قال له يا كثير علمت أنك شاب عزب فكرهت أن تبيت الليل بلا زوجة، فها هي زوجتك. فألقاها من وراء ظهري إلى البيت. فلما رأت هذه الفتاة بنت سعيد بن المسيب لما رأت أمامها كثير بن أبي وداعة أغشي عليها من شدة الحياء، الله يرحمه. المهم فلما أغشي عليها قال كثير بن أبي وداعة، وسامحوني أكمل القصة بسرعة كده وناخد فاصل معنا، فلما سقطت من الحياء قال كثير أما أنا فخبأت الخبز والزيت حتى لا تصطدم بعيشتها معي من أول ليلة. ليلة الدخل خبز وزيت، بعد كده هناكل إيه يعني؟ ربنا يستر. فالمهم فإيه قال وصعدت فوق سطح البيت وناديت على أحد الجيران حتى أستعير منه بعض المال حتى أستطيع أن أنفق عليها.
قال فلما ناديت على جاري وإذا بأمي ترد علي. أمه كانت عندي إيه؟ كانت عندي أم صاحبه في البيت اللي جنبه. فنظرت إليه قالت ماذا تريد يا كثير؟ قالت تزوجت يا أمي وأريد قرضا من فلان ابن فلان. فقالت تزوجت يا كثير؟ قلت أجل يا أماه. قالت وجهي من وجهك حرام إن قربت منها قبل 3، سيبها لي بقى أزينها لك وأظبطها لك وبعدين ادخل بيها. قال أجل يا أماه. خدت العروسة زينتها وظبطتها وشندوكه وصنفره وظبطتها الحمد لله، خلتها على سنجة 10 زي ما بيقولوا يعني، وراحت مدخلاها على كثير بن أبي وداع. فلما رآها، خد بالك من الحتة الحلوة دي بقى، قال فإذا هي من أجمل النساء وإذا هي من أحفظ النساء لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعلم النساء بحق الله وبحق الرسول ثم بحق الزوج. قال فبت معها بأنعم ليلة، فلما أصبح الصباح ذهبت لأتلقى العلم على يد أبيها سعيد بن المسيب. فقالت له يا كثير إلى أين أنت ذاهب؟ قلت إلى مجلس أبيك كثير سعيد بن المسيب. قالت لا بل اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب. قال فمكثت معها شهرا كاملا. شهرا طبعا ده كان آخر إنتاج المصنع، بعد كده المصنع قفل، مفيش النوع ده يعني، المهم يعني فإيه. قال فمكثت معها شهرا كاملا ثم بعد ذلك ذهبت إلى مجلس أبيها سعيد بن المسيب. فلما انتهى المجلس اقترب مني وقال كيف حال هذا الإنسان؟ قلت بخير حال يا أبا محمد، حال يسر الحبيب ويسوء العدو. قال فدفع إلي 20,000 درهم وقال هذه استعن بها على عيشك مع ابنتي. يا الله، أب بيدي بنته بدل ما يديها للوليد بن عبد الملك اداها لشاب فقير تقي نقي صاحب علم، وكمان فوقيها 20,000 درهم لتستعين به على عيشها، ليستعين بها على عيشه مع ابنتي. يعني الحقيقة القصص جميلة والليلة جميلة، وما شاء الله أحلى ليلة بنقضيها في ليلة في مسجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هنكمل ليلة في بيت النبي ولكن بعد فاصل قصير. اوعى تروح يمين أو شمال، خليك معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. قبل ما ننسى عايزين نقول واجب الأسبوع اللي جاي يا جماعة حاجتين: هنصلي على النبي كل يوم 1000 مرة، وهنستغفر الله 1000 مرة. ليه؟ هجمع لك بالحاجتين دولت كل الدنيا والآخرة. لما تصلي على النبي 1000 مرة ربنا هيصلي عليك 10,000 مرة، 100,000 مرة، وفوق ده كله يغفر لك يعني 10,000 خطيئة أو 100,000 خطيئة أو ذنب. وفوق ده كله كمان الملائكة تصلي عليك، وربنا هيكفيك همك ويغفر لك ذنبك، وكمان النبي هيشفع لك يوم القيامة. كل ده ما شاء الله. وبعدين تاني حاجة التانية في الاستغفار. بالاستغفار بقى بفضل الله سبحانه وتعالى الصحيفة بتاعتك هتبقى بيضة ما فيهاش ولا ذنب ولا معصية بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية ان بالاستغفار اللي عايز يتجوز هيتجوز، واللي عايزة تتجوز هتتجوز، واللي نفسهم يخلفوا هيخلفوا، واللي عايز يشتغل، واللي عايز فلوس، واللي عايز أرضه ما شاء الله تبقى جميلة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بالله عليك بالله عليكي هنصلي على النبي كل يوم 1000 مرة زي ما قلت لك بالسبحة الكبيرة دي إن شاء الله. يعني هي 99 يعني نقول 100 إن شاء الله. 10 مرات صلى على النبي و10 مرات استغفار بالسبحة دي، يبقى 1000 مرة و1000 مرة كل يوم. ده واجبنا الأسبوع ده، اوعى تنسى الواجب ده. عايز أقول لك بقى على شوية بشرات حلوة قوي قوي جميلة جدا جات لنا في الاس ام اس اللي جات في الأسبوع اللي فات، وإن شاء الله أنا في انتظار الاس ام اس بتاعكم الحلقة ديت وطول الأسبوع لحد الحلقة اللي جاية عن هدايا النبي. ورأيكم نخلي الحلقة اللي جاية عن إيه بالظبط بفضل الله سبحانه وتعالى. نشوف البشرات الجميلة. أختنا ياسمين بتقول هترك كل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. أم محمد هدعو لكل المسلمين كل يوم بالفردوس الأعلى. الأخت أميرة قالت هعلم التجويد القرآن لمن حولي. الأخت إيناس قالت بدأت في حفظ القرآن وحفظت جزء بالفعل. الأخت سلمى سعد قالت بعد ما قدمت النقاب إن شاء الله هصلي على النبي 1000 مرة وأستغفر 1000 مرة. هو ده الواجب بتاع الأسبوع ده. الأخت شيماء من الموصل، والأخت سندس 11 سنة، والأستاذ بهاء خير، والأخت نبيلة قالت تصلي على النبي كل يوم 1000 مرة. أم أحمد وأم شيماء تركوا كل برامج التلفزيون وما عدا البرامج الدينية فقط. ولاء من الإمارات وسارة السبيعي قالت تركت الغيبة والنميمة وصليت الصلاة الخمسة. الأخت أمل من اسكندرية قالت سامحت زوجي هدية للنبي عليه السلام. الأخت منى قالت بطلت الشات وبدأت أستغفر وأصلي على النبي. ميادة وصباح أبو الدهب ودينا وأم عمر الأربعة لبس نقاب. الأخت نجلاء محمد أحمد، والأخت ماي، والأخت سندس
حفظ القرآن وصلاة الفجر وقيام الليل. نورهان 15 سنة وعايدة سعد بحفظ على الصلاة الخمس. محمد هشام من مصر قال هقيم مصنع بايوتكنولوجي لعلاج السرطان والمناعة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الأخ حازم جبر قال وعملت ورد قرآن وصلة الأرحام وصلاة الوتر والتوبة من الذنوب. الأخت خالدة قالت لبست النقاب وتركت الأغاني والتلمس. الأخت سميرة من مصر قالت حفظت أنا أو بحفظ أنا وأولادي القرآن. الأستاذ أحمد قال تركت التدخين وكل يوم عملت ورد من القرآن. الأخت أم يوسف قالت بحفظ القرآن أنا وأولادي وحجبت بنتي وعندها 10 سنوات. الأخت أمنة من حلايب قالت هبدأ في بر الوالدين، صلاة الفجر، أذكار، ترك الأغاني والنميمة. الأخت أم عمر من مصر قالت عملت، ودي كانت رسالة جميلة قوي، قالت عملت 100 رسالة لتعريف المسلمات من حولي ببرنامج ليلة في بيت النبي و100 رسالة وعظية. وكانت برضو من أجمل الرسائل أخت اسمها عبير من مصر قالت هنشئ دار أيتام وهسميها ليلة في بيت النبي. طبعا أنا بدعو لهم جميعا وليكم جميعا بالفردوس الأعلى اللهم آمين. فاضل لنا قصتين حبايبي إن شاء الله نختمهم، وفي انتظار SMS بتاعتكم إن شاء الله، وفي انتظار اتصالاتكم في آخر البرنامج إن شاء الله. آخر قصتين هقولهم بس بعد ما انت عارف بقى، بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما أقول لك بعد تعرف لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في واحد من علماء التابعين اسمه علاء الدين السمرقندي اللي هو صاحب كتاب تحفة الفقهاء. كان ليه بنت اسمها فاطمة. فاطمة دي ما شاء الله كانت فقيهة وعلامة وجميلة جدا، وما شاء الله حفظت التحفة، وطلبها جماعة من الملوك عشان يتجوزوها، يعني أكتر من ملك تتقدم للزواج بها فرفضت. وقدر ربنا سبحانه وتعالى تلميذ علاء الدين السمرقندي اسمه أبو بكر الكاساني راح واخد كتاب تحفة الفقهاء بتاع شيخه اللي هو علاء الدين السمرقندي، وراح شرح التحفة في كتاب وسماه البدائع. يعني خد الكتاب بتاع شيخه وراح شرحه في كتاب اسمه البدائع. فلما عرضه على شيخه فرح به جدا ورضي أن يكون هذا الكتاب مهرا لابنته فاطمة. خدت بالك؟ حتى قال العلماء شرح تحفته وتزوج ابنته. حد عايزنا نشرح له اي كتاب؟ المهم يعني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني ايه، فكان في الاول كانت الفتاوى كانت بتخرج وعليها الامضه بتاعت فاطمه وابوها اللي هو علاء الدين السمرقندي. فلما تزوجت ابا بكر الكاساني كانت بتخرج الفتوى وعليها امضاء ابو بكر الكاساني وعلاء الدين السمرقندي وابنته فاطمه بفضل الله سبحانه وتعالى. ادي الزوجات الحلوه. اختم بقى باخر قصه جميله جدا جدا انا بحب احكيها الحقيقه. في يوم من الايام لقي الإمام الشعبي وهو سيد التابعين أيضا، حتى قال عن زيد عن مكحول قال أعلم التابعين الإمام الشعبي. الإمام الشعبي لقي الإمام شرحبيل بن حسنة اللي هو شريح القاضي اللي هو أشهر الناس في القضاء. المهم لقياه فقال كيف حالك يا شريح؟ قال بخير حال. قال فكيف حال أهلك يعني زوجتك؟ قال والله يا شعبي إني متزوج منذ 20 سنة، والله ما شكوت من زوجتي إلا مرة واحدة، وأشهد الله عز وجل أني كنت لها ظالما. فتعجب قال له معقولة 20 سنة ما شكتش من زوجتك إلا مرة واحدة؟ قال له والله ده اللي حصل. قال كيف ذلك؟ اسمع بقى الحتة الحلوة ديت. قال إني منذ دخلت بزوجتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا، قلت بعمل ايه؟ اعمل معصية اجيب كاسين؟ لا لا لا. قال فقلت اقوم واصلي ركعتين شكرا لله. قال فلما صليت وسلمت رأيتها خلفي تصلي وتسلم بسلام، عارفه السنة وجايه من بيت ابوها متوضية. فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها فقالت على رسلك يا أبا أمية. أبو أمية كنية الإمام الإيه؟ الإمام شريح القاضي. قالت على رسلك يا أبا أمية. ثم قامت وخطبت في ليلة الدخلة، قامت وقالت أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد أبا أمية إني امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وبين لي ما تكره فأتركه. أبا أمية قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وملكت، فاصنع ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بالله عليك يا اللي سمعني وشايفني، حد فيكم سمع الكلام ده ليلة الدخلة؟ ولا أنا والله احنا اتضحك علينا يعني. المهم يعني ايه فالشعبي فالإمام شريح قال والله فأحوجتني للخطبة، يعني هي تخطب وأنا ما اخطبش، ده أنا الراجل يعني. فقال فقمت وقلت أحمد الله وأستعين وأستغفره
وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قالت: فما تحب من زيارة الأهل؟ قال لها: ما أحب أن يملني أصهاري. يعني هو بذكاء كده بيقول لها إيه؟ يعني خلي أسرتك تخف في الزيارة، ما أحبش إن هم يملوني، ما قالش ما أحبش إن أنا أملهم. قالت: فما تحب من زيارة الجيران؟ قال لها: قوم فلان قوم صالحون، وقوم فلان قوم سوء، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. قال: فبت معها بأنعم ليلة يا شعبي، ومكثت معها 20 عاما، والله ما شكوت منها إلا مرة واحدة، وأشهد الله عز وجل أني كنت لها ظالما. فقال الشعبي: يا لها من عيشة هانية. وصدق من قال: رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة عينك فيها هانية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، واختارك الله له حتى تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها، وهي العمر كافية. وأتلقى اتصالاتكم الجميلة، وأقول دي كانت أجمل ليلة إن شاء الله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. الأستاذة صفية من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، زي ما قلنا يا جماعة، بالله عليكم ما حدش ينسى الواجب. طبعا كانت الليلة دي، كانت الليلة في بيت النبي، كانت دعوة إلى تيسير الزواج. عشان كده كان عنوان الحلقة الليلة دي: أنا عايز أتجوز. ليه؟ كل الشباب عايز يتجوز، وكل البنات عايزين يتجوزوا. يا رب يا رب في هذه الليلة المباركة أسألك باسمك الأعظم أن تيسر لكل فتاة زوجا صالحا، وأن تيسر لكل شاب فتاة صالحة، وأن ترزقهما يا رب العالمين بالذرية الصالحة، وكل المشاهدين اللهم آمين. أخويا وحبيبي، مش عايزين ننسى حاجتين، مش عايزين ننسى SMS إن شاء الله، مين هيبعت هدية للنبي، وعايزين رأيكم الحلقة الجاية تكون عن ايه ان شاء الله. والحاجة التانية هدية النبي، اوعى تنسى هدية النبي. والحاجة التالتة الواجب، كل يوم 1000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي كان سبب في خروجنا من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم. والحاجة التانية استغفار 1000 مرة. معنا تليفون. السلام عليكم. ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بنحبك في الله. الله يبارك فيك ويحبك يا أختي نعيمة، ربنا يحفظك يا رب. الله يخليك، جزاك الله عنا خير ما جزى داعيا عن أمة نبي. ربنا يحفظك ويحفظ أهل المغرب يا رب العالمين، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فأخويا حبيبي، مش عايزين ننسى الليلة الحلوة ديت. احنا لسه يا دوب فاضل لنا قد ايه ونخلص الليلة الجميلة دي؟ فاضل لنا 3 4 دقايق ونمشي من عند النبي. معقولة؟ يا الوقت الجميل بيجري بسرعة كده. سبحان الله، الحلقة دي بالذات سبحان الملك، والله العظيم يا إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، بحس إن الوقت فيها بيجري زي سرعة البرق، بيجري بسرعة عجيبة جدا. يعني ساعة كاملة بتعدي كأنها لحظة واحدة. ليه؟ أصلها في بيت النبي، أصلها ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هنلتقي زي ما قلنا كل يوم 3 ليلة هنقضيها في بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هنخرج منها وجوهنا منشرحة، هنخرج منها مبسوطين فرحانين. بعد الحلقة دي مباشرة ابدأ ورد الليلة دي، صلى على النبي 1000 مرة، استغفر 1000 مرة، ركعتين توبة إلى الله عز وجل. ما تنساش بالله عليك، يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله صايمين، ويوم الاثنين الجاي صايمين، عشان يجي يوم الثلاث وشوشنا منورة إن شاء الله. الأستاذ رضا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا شيخ محمود. الله يعزك ويبارك فيك. انت وشك منور. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يخليك. انا عندي طفلة يوم السبت اللي فات. نعم. يعني طلعت لله يعني. توفيت، ربنا يرحمها يا رب رحمة واسعة ويأجرك يا رب. اول خلفة لينا يعني. ربنا يأجرك. انا هبشرك ببشرات جميلة يا استاذ رضا والله. الله يسترها معاك. والله هي توفت عندها 7 شهور يا اخ محمود. الله يرحمها يا رب. واخد بالك، ويعني ايه، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عشنا معاه ال7 شهور دول، كنت معانا في البيت وروح، واخد بالك انت ازاي. الله أكبر. وبتروح وبتيجي وكده يعني. الله أكبر. بس مأثرة فيا جامد وفي امها. ما شيء طبيعي يا استاذ رضا، سامحني ده كان فيها شيء لله. الله اكبر يعني. الله اكبر. كانت يعني عندنا العيله كلها اتشدت ليها اول ما جت. الله اكبر. وبعدين يعني تبص لها تلاقي اللي هي ايه، يعني فيها حاجه تشدك، فيها حاجه. ده انا عايز ابشرك ب3 بشرات قبل ما الوقت الحلقه يخلص يا استاذ رضا. عايز اقول لك ايه، واسمعني بالله عليك. المولى عز وجل
يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من أخذت صفيه من أهل الدنيا، يعني حبيبه من أهل الدنيا، فصبر واحتسب عوضته منه الجنة. ده أول حديث. الحديث الثاني رواه الترمذي بإسناد حسن إن النبي أخبر أن المولى عز وجل يأمر ملائكته أن تقبض روح ابن عبده المؤمن، فإذا قبضت روحه صعدت إلى الله عز وجل. يقول جل وعلا: كيف وجدتموه؟ يقولون، وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقولون: وجدناه يحمدك ويسترجع. بيقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. البشرى الثالثة إنه ينتظرك إن شاء الله، أو تنتظرك بنتك دي عند أبواب الجنة الثمانية، وفيها حديث طبعا، بس معانا مكالمة دلوقتي، لكن هم دول الثلاث بشريات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذة ياسمين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. أنا كلمتك المرة اللي فاتت بس على والدتي. نعم. إن هي بس حضرتك جاوب عليها معلش دلوقتي، أنا آسفة. حاضر. إن هي عمالة تحلم بكوابيس جامدة جدا، وهي الحمد لله بتصلي وبتصوم وبتعمل يكرمها. كل حاجة اللي أنت بتقولها الحمد لله. ربنا يكرمها يا رب. بس بالله عليك عمالة تحلم بكوابيس جامدة جدا جدا. طيب. وبيحس إن هم بيخنقوها وبيموتوني أنا معاها. طيب هقول لك حاجة جميلة جدا. قول. أختي ياسمين، سورة البقرة تقرأ على مية. أختي ربنا يبارك فيك، واللي يقرأ فيها يدفل في المية، يعني يدفل من غير ريق، هوا يعني، فاهم ازاي؟ ثم المية دي تخلي مامتك والدتك ربنا يحفظها ويبارك فيها تشرب من المية ديت، وترش جسمها بالمية ديت خارج الحمام. إن شاء الله سبحانه وتعالى كل ده هيروح إن شاء الله. يعني اتفضلي. طب ده من ايه يعني يا شيخ معلش؟ يعني ما حدش عارف، يمكن يكون حسد، يمكن يكون سحر إلى غير ذلك. ربنا يحفظها لك ويبارك لك فيها يا رب العالمين. بقت الحمد لله بتصلي على طول وبتصوم على طول، مولعه قناه نعم. الناس واقرا وبتتفرج على ربنا حضرتك يحفظ. وبتحبك جدا جدا. ربنا يعني يحفظها ويبارك فيها. خليها تدعي لنا ان شاء الله يا اختي ياسمين باذن الله. وعايزاك بس تدعي لوالدي متوفي، يعني تدعي له. ربنا يرحمه ويرحم والدتي ويرحم جميع موتى المسلمين رحمه الله. اسمه يوسف. ربنا يرحم الحاج يوسف يا رب، امين يا ويرحم رب. والدتي ويرحم جميع موتى واختي المسلمين. رحاب يعني. جزاكم الله خير اختي الفاضله، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. فاضلنا قد ايه يا استاذ شريف؟ طيب ام يمنى من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب مش عايزين ننسى، عايزين طول ما احنا قاعدين. طب ده انا عايز اقول لكم فكره حلوه كمان. عايز اقول وانتوا بتسمعوا الحلقه وانتوا داخلين بيت النبي، احنا قلنا عايزين نفرح النبي، عايزين ندخل السعاده على قلب حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم. ايه رايكم بعد كده نتفق على حاجه؟ نتفق اول ما تبدا الحلقه وانت بتسمعني تصلي على النبي صلى الله، طول الحلقه اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. افضل كده على طول وانت بتسمعني، ما تعطلش لسانك عن الصلاة على النبي. يبقى حضرت مجلس علم وفي نفس الوقت صليت على النبي، ربنا صلى عليك 10 مرات بكل صلاة، واتغفر لك 10 خطيئات، وترفعت في الجنة 10 درجات، والنبي يشفع لك يوم القيامة، ويعني الخير بقى كله، وربنا يغفر لك ذنبك ويكفيك همك، والدنيا كلها تتفتح لك، وأبواب الخير يتفتح لك إن شاء الله. ربنا يحفظنا ويحفظكم. أكيد كلكم بتحبوا النبي، واكيد كلكم مش عايزين تخرجوا من عند النبي، اكيد كلكم عايزين تفضلوا الليله دي، مش الليله دي، وكل ليله في بيت النبي. عشان كده بنقول ان شاء الله يا ريت استحضر الاحساس الجميل ده وانت داخل كل يوم 3 بيت النبي، داخل حاسس ان النبي قدامك، محضر هديتك، نيتك انك تدخل الفرحه على قلب النبي، نيتك ان انت تسير على هدي النبي، عشان لما تلقى النبي يوم القيامه على الحوض النبي يفرح بيك ويسقيك من ايده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. حد ناس الواجب، ما تنساش الواجب. هنصلي كل يوم على النبي 1000 مرة، هنستغفر 1000 مرة، هنكتر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. هنصلي ركعتين توبة كل يوم إن شاء الله، قيام ليل إن شاء الله. هنصوم يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله. أكيد إحنا بنتواعد مع بعض من دلوقتي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إحنا عايزين البرنامج ده يغير حياتنا. أنا مش عايز أجي أحكي لكم قصص وخلاص، عايزين البرنامج يغير حياتنا ويغير حياتنا وسلوكياتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وعباداتنا كمان، ويقوينا ويكون حاديا لنا إلى الفردوس الأعلى. إحنا أصحاب همة، إحنا أصحاب هدف، إحنا مش عايزين نخش الجنة وبس، لا، ده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. حقيقة والله ما عايز أسيبكم، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومنتظر SMS بتاعكم طول الأسبوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.